ايوه النغم. البحر بتاع القصيدة ديت اسمه بحر الكامل. يعني جبنا ازاي؟ تفاعل متفاعل متفاعل متفاعل. دي النغمة بتاعتها كده اسمها نغمة الكامل أو بحر الكامل. يقول لك ايه؟ إني أقمت على التعلة بالمنى. إني أقمت على التعلة بالمنى في غربة قالوا تكون دوائي. إن يشفي هذا الجسم طيب هوائها أيلطف النيران طيب هوائي. مش فاهم حاجة بس مش مشكلة. فينا أنا هوضحها أهو بالله. هو تعجب يعني استفهام إنكاري مستحيل يحصل يعني دلوقتي المعنى جاي لك كده. وبعدين بيقول لك عبث طواف في البلاد وعلة في علة من فال الاستشفاء. وجود ايه؟ مش فاهم. تعالوا نقول مكمل. لما تفهم معناه دلوقتي هتعجبك ايه؟ متفرد بصبابتي متفرد بكآبتي متفرد بعنائي شاك إلى البحر اضطراب خواطري فيجيبني برياحه الهجاء ثاو على صخر أصم وليت لي قلبا كهذه الصخرة الصماء ينتابها موج كموج مكاره ويفتها كالسقم في أعضائي والبحر خفاق الجوانب ضائق كمدا كصدري ساعة الإنسان. مش حلو لأن مش فاهم كل ما كان بعد تحول استحالة. يقول لك هنقرا بعد ما نفهم عشان نقرا مزاج. إني أقمت على التعلة بالمنى. يعني التعلة دي ولاد دلوقتي التعليل بمعنى إيه؟ تلطيف النفس. يقول لك معللة بالوصل والموت بالمهد. يعللني يعني يلاطفني. وإني أقمت ألاطف نفسي بالأحلام. أرطب على نفسي بالأحلام. فين يا عم؟ قال لك في غربة قالوا تكون دوائي. الغربة بتاعته كانت فين؟ اسكندرية. برافو عليك. بسبب اسكندرية دي غربة لأن هو ساب بلده اللي احنا بنكون فيها يعني القاهرة وراح قاعد في اسكندرية. قالوا له إن الغربة دي إن الرحلة دي هتكون إيه؟ هتكون دواء. بيقول لك إني أقمت على التعلة بالمنى في غربة قالوا تكون دواء. إن يشفي هذا الجسم طيب هوائها أي يلطف النيران طيب هوائها. بيقول لك خليني أروح اسكندرية دعني أكون إلى اسكندرية. والهواء شفاني بس النار اللي في قلبي هل الهواء بيزيد النار ولا بيقللها؟ بيزيد. لما تيجي كده جمرة مشتعلة بيجي عليها هواء تشتعل زيادة ولا تقل؟ بقول لك في صدر نار والهواء اللي جاي ده هيزيدها اشتعالا. بيقول لك إن يشفي هذا الجسم طيب هوائها أيلطف النيران طيب هوائي عبث طواف في البلاد. يقول لك بلا فائدة هذا الذهاب. يقول لك روح مطروح غير جو روح اسكندرية غير جو طب انزل شوية في الجنوب. يقول لك كل ده لعب مش حقيقي. عبث طواف في البلاد وعلة في علة مشفاية أو منفاية الاستشفاء. علة يعني مرض. مرض في مرض. ذهاب هنا أو هناك من أجل الاستشفاء. يقول لك على كل الأحوال مفيش فايدة. عبث طواف في البلاد وعلة في علة منفاية الاستشفاء. لن يفيدني هذا الايه؟ هذا السفر ولن تفيدني هذه المحاولات. ليه يا عم؟ قال لك متفرد بصبابتي. ما انا قاعد هنا ايه؟ لوحدي مع الصبابه. الصبابه دي ايه؟ حد فاكر قاعد عندنا صبابه؟ يقول لك فلان صب بقى. يعني شديد الحب والشوق. بعد ما حدش فيكم حافظ يا ليلى يا ليل الصب متى غده. يا ليل الصب متى غده. اغنيه يا ابني مشهوره. ما تعرفوش اغاني يا اولاد. استغفر الله العظيم. الحمد لله. بيقول لك الصب اللي هو المشتاق. الصب المشتاق. الصبابه شده الشوق. فبقول لك متفرد بصبابتي. انا عايش مع اشواقي ومحبتي لوحدي. وايه كمان يا عمي مطران؟ قال لك متفرد بكآبتي كمان مع احزاني لوحدي. متفرد بعنائي كمان عايش مع متاعبي وحدي. لكن الغربة مش فايداني بحاجة لأنني قاعد فيها لوحدي مع أشواقي وأحزاني وآلامي ومتاعبي. طيب
شاك إلى البحر اضطراب خواطر، عمال اشتكي للبحر نفسي مضطرب. طب البحر بيعمل ايه؟ فيجيبني برياحه الهوجاء، يرد عليا البحر بالريح القوية، ريح الهوجاء اللي هي القوية. جمع هوجاء ايه؟ طب اقول لك جمع سوداء ايه؟ سود. يبقى جمع هوجاء هود. يبقى جمع زي سوداء جمعها سود، هوجاء جمعها هود، الرياح الهود يعني هائجة. طيب ثاو على صخر أصم، ثاو يعني جالس أو مقيم. كلمة ثاو جت في القرآن؟ حافظها؟ لا، بس جت في حالة النصب. قال الله عز وجل: وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا. ثاويا يعني مقيمة. هي دي الثاوي هي، بس دي في الرافع فمن غير ياء. الاسم المنقوص في الرافع من غير ياء، ثاويا. النصب الأولياء ثاويا. يتساوي على عشرة.